السلام عليكم. النظافة عند الحسين سلام الله عليه. أكيد من نتكلم النظافة أكو نوعيتين النظافة المعنوية، وهاي تتجلى بالحسين لأنه أنظف قضية في التاريخ هي قضية كربلاء. غريب رجل يآمن الفكرة هي الإسلام اللي هو حفيد صاحب هذه الفكرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوصل مرحلة أن الأمة كلها انحرفت ويدعو إلى الحق، وهذا الحق ما حد يستجيب له. مجموعة عشرات هسه روايتين 72 واحد أو 150 واحد فقط من ملايين الأمة، ويكون يحافظ على النظافة المعنوية. جاي نتكلم بالنظافة الأولى، النظافة المعنوية جاي يحافظ عليه الإمام الحسين سلام الله عليه. تقول له أكو كل شيء له ثمن، هاي نظافة الإسلام والرونق مالته والبعد الروحاني للعبادة، البعد الحقيقي بثمن غالي. أبو عبد الله يقول أنا مستعد أدفع. لذلك من ضمن نظافة الإسلام هو عاف هاي الرسالة العظيمة في النظافة المعنوية للحسين، عاف الكعبة بالحج يوم 8 بالتروية. تروى يا إبراهيم سلام الله عليه، طلع جبرائيل قال له روح يوم عرفة تروى تشرب الماء. ثاني يوم يصير عرفة التاسع، ويوم الثامن عاف الحج وحل إحرامه سوى عمرة مفردة وعاف. قال لهم هاي ماكو نظافة، هذا كذب، انتم تحبون يزيد وانتم تطوفون مو حول بيت الله، تطوفون حول يزيد. أنا أكون أحافظ على نظافة الإسلام والطاهر. طيب كل التضحيات، هاي النظافة اللي كلنا احنا متفقين عليها، لكن أكو نظافة مادية سواها الحسين ورادنا منا نستمر عليه. العرب كانوا في بيئة صحراوية الماء كلش عزيز عليهم، لذلك الكثير من الأحكام الإسلام ركز على النظافة والطهارات، ومن أهم الديانات ركز على الطهارات الإسلام. وكان هذا محرج للدور الأول من العرب بالصحراء، انه الغسل واغسال مستحبه واغسال واجبه والتركيز على النظافه. الحسين هو بالنظافه غير الماديه، النظافه المعنويه. لذلك من الاعمال الغريبه اللي سواها ابو عبد الله جاي تستشهد، انت في ليله العاشر راح تتعطر دماءك باعظم دماء الشهيد انت واصحابك. اجل راد يسوها الخميس، اجلهم ودى الامام العباس وعلي الاكبر قال لهم اجلونا، احنا نريد نصلي. شوف النظافه الماديه، نصلي ونقرأ القرآن، هاي النظافة العفو المعنوية. والله يعلم كم أحب قراءة القرآن. شوف اثنين شغلتي احنا مقصرين بهم. كثير من يمنا ما يصلي، أو حتى لو يصلي ما يلتزم بالصلاة. أبو عبد الله أنت شهيد وسيد الشهداء، لا الصلاة وصلاة الليل. فيقال كانت لهم دوي كدوي النحل، ونقرأ القرآن. وبعد سوى خيمة، أمر أصحابه يتنظفون كلهم للشعر الزاد ويغسلون غسل الشهادة. يحتاجون النظافة المادية جدا مهمة. لذلك الإسلام شوف من تركيزاته والمستحبات إن واحد من يصلي يستحب يتعطر بالصلاة، يتعطر، يكون متعطر حتى ما تصير لي ريحة. وتروح لزيارة يستحب تتعطر، احنا جونا حار، ريحة العرق والتراب وكنت متعطر، هاي مستحب، لكن النظافة أهم. تراب الزائر كلش يستحب، لكن انت تكون نظيف، تروح بمكان نظيف. فاحنا ندعو تأسيا بهاي نظافة الحسين، النظافة الشخصية يكون نأكد عليها، والغسل اليومي، ما غسل أسناننا، غسل اليومي، رد بالأطفال وبالمواكب. أنا شخصيا عندي موكب مال أيتام، أمرها وأقول لهم العمل الرئيسي مالتكم بالشارع هذا تجيبون أكياس مال أوساخ تجمعون الأوساخ الموجودة. احنا نريد نعطي رسالة إن ثورتنا وحسيننا علمنا أكو نظافة مادية ونظافة معنوية. لا تخلون أوساخ موجودة، اجمعوا الأوساخ. وانت هم كزائر من تشرب كأس الماء، الشربة، العصير، الأكل، اكو أماكن مال أوساخ خلي بيها. أنا سافرت لليابان بطوكيو، أشوف من مسافات بعيدة يلا ألقى أماكن مال أوساخ يظل يشيلها الياباني بيده وما تلقى أي وساخة، قطرة مال وساخة ماكو، بقايا مال السجائر ماكو. واللي هم ذول بوذيين أو شنتو، الدين الشنتو مالتهم اللي يعتقدون بدين إلهي يعني. فكيف بدين الحسين؟ خلينا نحافظ على النظافتين المادية والمعنوية، ونبتدئ من أطفالنا في النظافة داخل البيت. لأن أنا نشوفك أنت مو نظيف خارج البيت أقول هذا بيته وسخ. وبعدكم الله ما دام كنتوا في طريق الحسين على أي وساخة مادية أو معنوية. تحياتي.